على واقع الأوضاع المتأزمة بعدما جددت الحكومة العراقية تمسكها بانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد وإعلان البنتاغون عدم وجود أي خطط حاليا لمثل هذه الخطوة، فوجئ العراقيين برسائل غريبة على هواتفهم تطلب منهم الإجابة على سؤال محدد نصه: عزيزي المواطن، هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟ وتم إضافة رابط إلى نص الرسالة للإجابة عن السؤال. فمن وراء هذه الرسائل؟ ولماذا خرجت جهات حكومية لتنفي علاقتها بهذا الاستطلاع؟ وهل لأمريكا دور في ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل هذا يعني أن هواتف العراقيين مخترقة من قبل الإدارة الأمريكية؟ وما المخطط الأمريكي القادم في العراق لتلافي طردهم؟ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب انتشار هذه الرسالة القصيرة الغريبة عبر الهواتف المحمولة التي تم إرسالها إلى ملايين المواطنين، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتخوف لدى البعض. فما القصة؟ لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حذر العديد من الفنانين والشخصيات المؤثرة المواطنين من فتح هذه الرسالة، ومن ضمنهم الفنان العراقي أزاد أمين الذي كشف تفاصيل هذه الرسالة. بحسب أزاد أمين فإن الرسالة تستفتي العراقيين بشأن بقاء التحالف الدولي من عدمه، حيث نصت الرسالة على الآتي: عزيزي المواطن، هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟ وتضيف الرسالة: يرجى المساهمة برأيك عبر الاستطلاع الذي ينظمه المركز العراقي لقياس الرأي العام. وحذر الفنان العراقي في لايف عبر تيك توك من الضغط على اللينك الموجود داخل الرسالة، مشيرا إلى أن الاستطلاع معنون بأن مصدره المركز العراقي لقياس الرأي، إلا أن رابط الاستطلاع يقود إلى منصة أور الحكومية للخدمات الإلكترونية، ما قد يكون اختراقا للهواتف. ودلل على حديثه بالإشارة إلى أن المركز العراقي لقياس الرأي نفى صلته والحكومة بالرسالة، وقال في تنويه عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: تود صفحة المركز العراقي لقياس الرأي العام أن تلفت عناية المتابعين والمشتركين بأنها غير معنية بالرسالة التي وصلت إلى هواتف البعض من المواطنين العراقيين تتعلق باستبيان حول وجود قوات التحالف الدولي التي حملت اسم المركز. وأضاف المركز: وهنا نوضح أن الموضوع مجرد تشابه أسماء، وأن هذه الصفحة غير حكومية ولا تتبع لأي جهة سياسية أو حزبية، وليس لديها أي ارتباطات حكومية، لذلك اقتضى التنويه. ورغم النفي لا يزال الجدل مستمرا بشأن الرسالة الغريبة، خصوصا في ظل عدم صدور رد حكومي حول الموضوع. وتأتي هذه الرسالة المتداولة بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالعمل على إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق وتشكيل لجنة مختصة حول هذا الأمر. وأكد السوداني أن العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي من البلاد بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في العراق لمدة طويلة وتستمر الهجمات، على أن يتم ذلك عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجود حاجة لإعادة تنظيم العلاقة حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة. فهل تتحقق آمال العراقيين في خروج القوات الأمريكية من بلادهم، أما أنها حالة تسكين مؤقتة للعراقيين الذين عانوا الويلات بسبب التواجد الأمريكي في بلادهم منذ سنوات؟